ازيكم. طبعا في الفيديو ده انا عامل لك شرح شامل للانيميشن ده، ومن وراه تطلع متعلم ازاي ترتب اللايرات وتربط الاشكال والكلام ببعضه، وازاي تبسط البروجكت بحيث لما تيجي تشتغل بنفسك تكون متمكن لوحدك. طبعا انا مقسم لك الفيديو في التايم لاين تحت، ولو لقيت حاجه انت عارفها انت ممكن طبعا تعمل لها سكيب. طبعا متنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نخش على الشرح. طبعا ده البروجكت اللي هو هينزل لك. وطبعا بعد ما اشرح لك ازاي تعمل الانيميشن ده كله، هعلمك ازاي تحط البروجكت دوت جوه التليفون بالمنظر ده. وطبعا قبل ما نبدا احب اعرفك خطوات الشغل هتمشي ازاي. اول حاجه طبعا، ودي حاجه معروفه، ان احنا نبدا بالتصميم. وفي التصميم طبعا اول حاجه هنبدا بيها الواجهه اللي فوق من بره كده لحد ما نخش جوه خالص. بعد كده هنبدا نخش على اليوزر انترفيس، ان هو نحط علامه نايك والمنيو والخانات اللي تحت دي. وبعد كده نبدا نصنع كل ويدجت، وفي الاخر طبعا هننهي بالتكست. وبعد كده هنبدا بقى نربط كل صوره مع الويدجت بتاعته بحيث ان احنا نقدر نحركها براحتنا بالمنظر ده. وفي الاخر طبعا نبدا نعمل الانيميشن بتاعنا، وبحيث كده هنبدا نعمل نيو كومبوزيشن. وطبعا ديت الاعدادات بتاعته 1080 في 1920 60 فريم، وتدوس اوكي. بعد كده هنيجي هنا عند النيو ونختار سوليد، ندوس اوكي. وبعد كده هنبدا نعمل امبورت للوجوهات دي. طبعا كل حاجه زي ما قلت لك هتفضل موجوده في الديسكريبشن. وبعد كده طبعا هنيجي هنا عند الريكتانجل، او تدوس حرف كيو تعمل لك ريكتانجل بالمنظر ده. طبعا تظبط مكانه هنا لونه سوليد، وتخلي لونه على الابيض بالشكل ده، وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الشيب وتنزلها تحتيهم. بعد كده هتيجي تعمل امبورت للوجهات التانية، وتبدأ برضو تاني تيجي عند ريكتانجل وترسم لك بار بالشكل ده. طبعا سنتر انكر بوينت. بعد كده هتخش هنا عند السيرش تكتب راوندنس وتعمله بالشكل ده. طبعا عشان نخلي اللون الابيض ده يبان، هنيجي هنا ونكتب دروب شادو. طبعا هتخلي الزاوية لفوق، او تدوس هنا صفر، تعلي الديستنس وتعلي السوفتنس بالشكل ده. ممكن تاخدها كوبي طبعا وتطلعها هنا فوق، وتخلي هنا الزاوية على 90. وطبعا هنيجي هنا عند الشيب نسميها طبعا منيو بار، نخليها تحتيهم، ونبدأ بقى نظبط في أماكنهم. طبعا انت ممكن تيجي عند المنيو بار تكتب سايز، وتشيل هنا اللينك، تحاول تظبطها على قد كده. ننزل اللوجوهات دي تحت كده شوية، وفي الآخر نحط شكل الفيكتور اللي احنا عملناه. طبعا انت ممكن تدوس حرف الاس، تيجي عند السكيل تصغرها حاجة بسيطة وتظبط مكانها، وبس كده. وكده انت خلصت الشكل الأولاني. بعد كده نعمل امبورت للوجوهات التانية، ونبدأ نظبط أماكنهم. ونبدأ نيجي عند الريكتانجل تاني، ندوس حرف الشيفت ونعمل مربع حواليها كده. نيجي طبعا عند الراوندنس ونعليها بالشكل ده. وطبعا ممكن نظبط حجمها من عند السايز برضو لحد ما تطلع معانا بالشكل ده. طبعا انت ممكن هنا تيجي عند الستروك تحط الكود بتاع اللون ده، أو زي ما انت شايف هنا، تدوس اوكي. وبعد كده هتخلي الفيل على الأبيض وتنزلها طبعا تحت اللوجو. هتاخد طبعا الشيب دوت تاخده دوبليكيت وتوديه الناحية التانية، تعلم عليه تدوس شيفت وتزقه بالمنظر ده. طبعا برضو متنساش ان انت ترتب اماكنهم هنا في اللاير. وطبعا نيجي هنا نخش في اول شيب هنشتغل بيه. هنيجي هنا تاني عند الريكتانجل ونبدأ نعمل مستطيل بالشكل ده. تسنتر انكر بوينت، تسنتره في النص. بعد كده تعلم عليه وتطلعه لفوق. هتيجي هنا تخش على الراوندز تاني وتعليه بالمنظر ده. طبعا انت هتعلم على الريكتانجل وتيجي عند الفيل وتحط الكود بتاع اللون ده وتدوس اوكي. بعد كده طبعا هتخلي الستروك على 1، ونبدأ نحط طبعا أول صورة معانا هنا. طبعا تخش على السكيل تصغرها شوية وتحط مكانها هنا. وبعد كده هنيجي تاني عند الريكتانجل وتعمل لك شيب تاني سنتر انكر بوينت. وطبعا هتخلي الفيل على اسود بالشكل ده. تخش عند الراوندنس تعلم منه على الآخر وتظبط مكانه، ونخش على الخطوة اللي بعدها. هنبدأ بقى نكتب التكست. تدوس طبعا كنترول تي، أو ممكن تيجي طبعا هنا فوق، ونبدأ نكتب هنا 20% ديسكاونت. طبعا نيجي عند الفيل نحط الكود بتاعه، تدوس اوكي. ده سنتر انكر بوينت. ممكن طبعا تصغر فونت حاجة بسيطة بالشكل ده، تحطه هنا، تعمل دوبليكيت أو تدوس كنترول دي وتنزلها تحت، ونكتب مثلا اون يور فيرست بيرشيز. طبعا تيجي هنا تعلم على الفونت كله، نغيره نخليه هنا ورك سام ريجولار. وطبعا نسيت برضو هنخلي هنا الفونت هنا ورك سام بس سيمي بولد. هتصغر الفونت بالشكل ده وتوديه هنا. طبعا تفضل تظبط في الحجم والمكان بالشكل ده
وبعد كده هتاخد التكست دوت دوبليكيت تاني، تطلعها فوق وتنزلها تحت هنا، تصغر حجمها، طبعا تغير للون الأبيض، وتكتب مثلا عبارة تحفيزية زي شوب ناو. وبعد كده تبدأ ترتب اللايرات بتاعتها، يعني مثلا الشوب ناو لازم تبقى فوق الشيب بتاعها بالظبط. ممكن طبعا نخلي الكلمتين دول تحتيهم بالشكل ده. وبعد كده نبدأ نخش على الخطوة اللي بعدها، هنبدأ نعمل الويدجت بتاعت كل كوتشي. طبعا كويدجت زي دوت لما انت تيجي مثلا تحطه على الابليكيشن، انت بيبقى عندك اختيار ان انت ممكن تيجي تعمل له انيميشن، بحيث لما انت تيجي تقلبه بيظهر لك هنا خيارات تحت زي الخانات بتاعت التقليب، هتوضح لك الفكره لما نيجي نرسمها. تيجي هنا عند الريكتانجل وتفضل تقلب لحد ما تجيب الاليبس تول. بعد كده تعمل دايره بالمنظر ده سنتر انكر بوينت، وتيجي عند الفيل تخليه بالكود دوت، تدوس اوكي. وطبعا هنشيل الستروك وتعمل له دوبليكيت وتبدأ ترصصها بالشكل ده. طبعا عند آخر واحدة هنيجي نغير لونها اللون الأسود، تدوس أوكي، وتبدأ تعمل دوبليكيت توديها جنبها بالشكل ده، تعمل دوبليكيت تاني وتالت، وآخر واحدة طبعا نخلي لونها أسود، تعلم عليهم كلهم كده، تخليهم في النص. ودلوقتي بعد ما ظبطنا الشكل نبدأ نعمل الخانات هنا تحت. طبعا انت ممكن تاخد الشيب ده والدوبليكيت تطلعها لفوق وتنزلها لتحت هنا، تيجي تكتب في السيرش سايز وتبدأ تصغر من حجمها شوية. طبعا انت ممكن تحط هنا، وتيجي هنا عند التكست برضو تعمل دوبليكيت وتطلعه لفوق هنا في اللاير، تيجي تكتب هنا all، وتغير طبعا الفونت بدل ما يبقى سيمي بولد تخليه بولد. نقرب هنا شوية، هتكبر الفونت حاجة بسيطة، سنتر انكر بوينت، وتوقفها في النص بالمنظر ده. بعد كده طبعا هنبدأ ناخدها دوبليكيت نوديها هنا، ناخد نفس اللون بتاع التكست اللي قبليه نحطه هنا. وبعد كده طبعا هنرجع تاني للسيمي بولد، ونبدأ بقى نرتب ونحط الكلام اللي احنا عايزينه. نكتب هنا running، ناخد دوبليكيت نوديها هنا قدام، نكتب هنا سنيكرز، فورمال، وكاجوال. طبعا نغير ألوانهم عشان يبقوا مختلفين أكتر عن الباقي، ونحط الكود ده وتدوس اوكي وتكمل على الباقي. بعد كده بعد ما ظبطنا الشكل نبدأ نخش على الاختيارات اللي هتظهر لنا. طبعا احنا هنبدأ نعملها كل واحدة لوحدها، ونبدأ نعمل دوبليكيت ونكمل على الباقي. طبعا نيجي هنا عند الريكتانجل تعمل لك مستطيل بالشكل ده، تسنتر انكر بوينت تسنترها هنا في النص. بعد كده تخش هنا عند الراوندنس تعلي منه بالشكل ده. طبعا تتأكد ان انت تعمل مقاسه لا يكون كبير أوي ولا صغير أوي، بحيث لما تيجي تحطها في مكانها تكون مكفية. طبعا ناخد لون الريكتانجل اللي فات نعمل له بيست هنا. طبعا متختلفش لو انت جديد يعني على افتر افكت ممكن تتلخبط معايا، الفيل هنا في البروبرتيز هنا هو الفيل هنا. وبعد كده نبدأ نحط أول كوتشي. طبعا نبدأ نظبط مكانها في النص ونظبط حجمها بالشكل ده. وبعد كده تيجي عند التكست تكتب اسم الكوتشي، وطبعا الفونت بتاعه هيبقى بولد، ولون التكست هيبقى اسود. تاخد التكست دوبليكيت تنزله تحت، ومثلا نكتب تسعيرة، تحط طبعا علامة الدولار الأول، نكتب هنا مثلا 20.99، تعلم عليها وتخليها سيمي بولد، تعلم على التكست وتكبر من حجم وتظبط مكانها. طبعا انت ممكن تكبر من حجمهم شوية حسب ما انت عايز. وبعد كده انا عملت امبورت لعلامة السهم واضحة قدامك اهي. بعد كده نيجي عند الريكتانجل تدوس شيفت عشان يبقى مربع، تخش على الراوندنس تعليها بالشكل ده. طبعا انت تخليها تحتها تسنتر انكر بوينت، طبعا تخلي لونها ابيض، وطبعا تظبط مكان السهم على الريكتانجل. وبعد كده عشان نزود التفاصيل ممكن نحط له ستروك، وده الكود بتاع اللون بتاعه، دوس اوكي، ومثلا نخليه الرقم ده بحيث يكون رفيع. بعد كده تعلم عليهم تطلعها فوق شوية بالشكل ده، وكده انت تكون خلصت اول ويدجت لينا. طبعا احنا هنعمل 3 غيرهم علشان برضو نختصر على نفسنا الوقت، انا هعملهم بنفسي واخلصهم بسرعة. وبعد ما عملناهم كلهم نبدأ نربط طبعا كل ريكتانجل وكل تكست بالويدجت بتاعه. طبعا هشرح لك عشان الصورة توضح. مثلا السهم ده لازم يتربط ويتعمل له لينك مع الريكتانجل بتاعه، بحيث دلوقتي لما نيجي نحرك الريكتانجل ده بيتحرك معه. وطبعا هتيجي هنا تعلم على الكوتشي والشيب اللي اتعمل له لينك، وطبعا التكست طبعا مش هنعمل للسهم طبعا عشان خلاص اتعمل له لينك،
نيجي كلهم نعمل لهم لينك ايه للشيب. دلوقتي لما نيجي نمسك الشيب نقدر نحركه براحتنا. طبعا الكلام ده هنكمله على الباقي. نحرك كده بعيد، مثلا نمسك في اللي بعدها يبقى نفس الكلام. السهم تعمل له لينك مع الشيب، بعد كده ناخد دول تعمل لهم لينك مع الشيب الأساسية. ممكن طبعا عشان نخف علينا كمية اللايرات دي احنا ممكن نعمل حركة حلوة مؤقتة، إن احنا نعلم على كل اللايرات ما عدا الشيب الأساسية ونخفيها. نتعلم عليهم كده كلهم ما عدا الشيب، وهتدوس هنا على المربع ده. بعد ما تدوس عليه عشان تقدر تخفيها وتظهرها تاني تدوس هنا، وبس كده اختفوا. دلوقتي عشان تعرف في حاجة مخفية تحتها أو لأ، انت هتبص هنا تحتيها. طبعا ممكن دلوقتي أقرب لك، هتبص هنا تحتيها هتلاقي إن في فراغ عن الباقي. طبعا هتعلم على كل واحدة بقى إيه وتظبط مكانها. مثلا نجيب دي هنا. طبعا انت ممكن تفتح البوزيشن عليهم كلهم، تدوس حرف البي وتتأكد إن هما كلهم متسنطرين تحت بعض. طبعا بعد ما ظبطنا أماكنهم نبدأ طبعا نظهرهم تاني، وبعد كده هيبدأ الترتيب. طبعا الجزء اللي تحت ده نيجي نعلم عليه نعرف احنا ودينا فين. نعلم عليهم كلهم بالشكل ده ونطلعهم فوق خالص. وبعد كده طبعا عندك الجزء ده تعلم عليه تشوف انت وديته فين، تعلم عليهم برضو طبعا بالعلامات بتاعتهم وتطلعهم فوق برضو. وبعد كده بقى ايه هنبدأ نظبط الشكل اكتر شوية. يعني نيجي هنا مثلا ناخد البار ده ناخد منه دروب شادو ونبدأ نوزعه على كل حاجة. مش شرط يعني كل حاجة بالظبط، يعني اللي محتاجها. يعني مثلا ممكن نعلم منها على الكوتشات دي كلها، نعلم عليهم كلهم، ندوس كنترول في هتلاقي كل واحدة بقى عندها ضلع. وبالمرة احنا ممكن نعمل لها بيست على كل ريكتانجل من دول، وبرضه نعمل لها بيست على اللايرات بالشكل ده. طبعا اللوجو مش لازم، هو اصلا محطوط له دروب شادو زي ما انت شايف كده اهو. ممكن طبعا نحطها على اي حاجة تانية، مثلا دي ودي نعمل دروب شادو وبس كده. بعد ما ظبطنا الشكل ده كله نبدأ نعمل الانيميشن بتاعه. طبعا احنا ممكن بقى نبدأ نرتب اللايرات، بس مش نرتبها بالطريقة الرئيسية دي، لا انا قصدي ان احنا نرتبها كتايم لاين. احنا مثلا نعلم عليهم بالشكل ده، بعد كده تدوس على الزرار. هو يا اما ظهر عندك حرف الجيم او ظهر زي الكروس كده، ابقى اظهرها لكم في الفيديو. وطبعا ممكن نعلم على دول نظبط ترتيبهم، ودول برضه هيبقوا نفس الكلام. طيب دلوقتي في أول ثانية المكان فاضي، احنا محتاجين نبدأ بإيه؟ طبعا في الكومبوزيشن اللي فات احنا كنا بادئين بالعلامة بتاعت نايك زي ما هي ظاهرة عندكم اهي. فاحنا طبعا هنجيب اللوجو بالشكل ده ونطلعه قدام. وطبعا هنيجي هنا عند البوزيشن هتعلم عليها وتعمل كي فريم هنا وترجع ورا خالص بالشكل ده وتسنترها في نص الكومبوزيشن. طبعا انت ممكن تاخد كي فريم ديت كوبي وتعمل لها بيست هنا قدام بحيث تفضل قدام شوية قبل ما ترجع تاني. ونيجي هنا عند السكيل نفس الكلام نعمل لها كي فريم هنا ونرجع لورا نفس الكي فريم، بس احنا هنكبرها. وبرضه ممكن ناخدها كوبي ونعمل لها بيست هنا قدام. طيب احنا ليه بنعمل بقى الكلام ده؟ عشان طبعا لما نيجي نرجع تاني ما ننساش مكانها احنا حطيناه فين. طبعا احنا ممكن نعلم عليهم نطلعهم كمان قدام شويه، هذا طبعا الباك جراوند ما ننساهوش. ممكن ناخد الكي فريم دي نطلعها برضه قدام شويه هنا، وبعد كده يبدا الشغل. طبعا في الاول عايزين اللوجو دوت يصغر وياخد له حبه روتيشن. احنا هنيجي هنا ندوس شيفت ار عشان نطلع الروتيشن، نعمل له كي فريم نطلعه قدام ونميله مثلا بزاوية مثلا 60 كفاية، ونخلي طبعا السكيل على 0. هتيجي طبعا عند الكي فريم الأولانية وتنزلها تحت بالشكل ده. بعد كده هتعلم عليهم كلهم وتيجي عند البلجن اللي اسمه باونس تخليه سيلكتد وتسيبه زي ما هو اوفر شوت وتدوس على باونس هتلاقيه طلعهولك بالمنظر ده. طبعا ما ننساش السكيل الكي فريم الأولانية بتبقى 0. طبعا هنيجي دلوقتي نقرب الكي فريمات من بعضها بالشكل ده، وبعد كده ممكن ناخد كي فريم دي بقى نقربها شوية ونوديها هناك نعلم عليهم هما الاتنين. تدوس F9 عشان تعمل لهم ايز تخش على الجراف اديتور تعلم عليها وترجعها لورا بالشكل ده. ودلوقتي احنا خلصنا اول انيميشن اللي هو الخاص باللوجو. ودلوقتي هندوس كنترول A عشان نعمل سيلكت اول، وندوس كنترول نبدأ بقى نشيل الحاجات اللي مش هنستعملها. طبعا هنشيل اللوجو ونشيل الباك جراوند ونبدأ بقى نقرب الباقي عليها. طبعا قبل ما نبدأ ونخش على الانيميشن اللي بعده
لازم طبعا تراجع شغلك ان انت تتأكد من الترتيب. يعني مثلا احنا عندنا زي البار ده لازم يطلع فوق خالص. وطبعا لازم ضروري جدا تتأكد ان كل حاجة مربوطة ببعضها. طبعا عندك اللوجو ده لازم يتعمل له لينك بالريكتانجل، وبرضه اللوجو ده نفس الكلام. عندك طبعا حاجة زي الريكتانجل ده، لازم كلمة شوب ناو ديت مثلا يتعمل لها لينك مع اللاير اللي تحتها، وتاخد الباقي وتعمل له لينك مع الشيب الاساسي. طبعا ممكن تبان لك الصوره معقده شويه، بس هي هتريحك قوي وانت بتشتغل. نيجي نخش برضو نعمل لينك مع الشيب، كلمه اول يتعمل لها لينك مع الشيب اللي تحتيها. طبعا احنا من شويه خلاص كنا عاملين اللينك دوت مع الباقي. فاضل طبعا اكيد اللي ما جيناش جنبه الجزء الاخير تحت. طبعا بعد ما خلصنا كل حاجه نبدا بقى نشتغل على الانيميشن بتاعنا. طبعا نبدا بالجزء الفوقاني، نعلم على اول 3، نفتح البوزيشن، نعمل كي فريم، نطلعها قدام شويه، ونبدا بقى نحرك كل واحده لوحدها. طبعا تشيل سيلكشن، نخلي مثلا الساعه تبدا من الشمال لليمين، وبرضو اللوجوات التانية من يمين للشمال، ونخلي طبعا الشيب من فوق لتحت. دي اول حاجه. وبعد كده هنبدا نعلم على الشيب مش اللوجو طبعا. نفتح برضو البوزيشن، نخلي كل واحده تمشي زي ما احنا عايزين، ونبدا بقى نخش على البار اللي تحت. طبعا اول حاجه هنبدأ بيها واللي هي البار، نفتح البوزيشن، نعمل كي فريم، نطلعها لقدام شوية بالمنظر ده، ونخليها تنزل تحت. طبعا أول حاجة هنبدأ نعلم على البار واللوجوهات معاهم. نفتح البوزيشن، نعلم عليهم ونطلعهم لقدام شوية، ونبدأ ننزلهم كلهم تحت. طيب دلوقتي ليه ما علمناش على الفيكتور؟ عشان دي بقى ليها طريقة تانية. دلوقتي المفروض أول ما يطلعوا نخلي الفيكتور دوت يكون صغير خالص، بعد كده يكبر تاني. يعني مثلا أول ما يوصلوا بالشكل ده نجيب السكيل، نعمل كي فريم، نطلعه قدام شوية ونخليه 0، بحيث لما نيجي نشتغل يكبر بالشكل ده. وفي معلومة برضو عايز أوضحها لك، إن إحنا هنا مغيرين الأنكر بوينت بتاعه. وطبعا احتمال لما أنت تيجي تفتح البروجكت هتلاقيه مثلا متسنتر بالشكل ده. طيب إزاي دلوقتي نقدر نعدل عليه؟ أنت ممكن طبعا تيجي هنا فوق هتلاقي في حاجة اسمها هنا بان بيهايند، تعلم عليها. تيجي هتعلم عليها، وديت هتقدر تخليك تمسك الانكر بوينت براحتك. طبعا انت هتخليها فوق بالمنظر ده. وطبعا دي المعلومة اللي حبيت اوضحها لك. نكمل بقى ونخش على الباقي. نبدأ بقى نعلم على الريكتانجل كل واحد فيهم، ونفتح البوزيشن. وطبعا احنا ممكن نبدأ نقفل لايرات تاني زي ما احنا كنا عاملين، تعلم عليهم وتطلعهم لقدام بالشكل ده. طبعا تشيل السلكشن، تعلم عليهم، دوس بستوب ووتش، تعمل كي فريم وتطلعها لقدام. وطبعا هتنزلهم كلهم لتحت بالشكل ده. وطبعا بعد كده ننزلهم تاني ونرجع ننزل لتحت، هنخش بعد كده على الكلام. طبعا احنا هنعلم على كله، وهنشيل من السلكشن كلمة اول عشان هي اصلا مربوطة بالشيب. تفتح البوزيشن، تعمل كي فريم، تطلعها لقدام، وعايزك تزقها كلها بالشكل ده. طبعا ما عادش فاضل لنا الا حاجات بسيطة. نبدأ نعلم على دول نفس الكلام، بوزيشن، كي فريم، نطلع قدام وتنزلهم لتحت. طبعا بالنسبة لحاجة زي دي انت طبعا ممكن تعلم عليهم تاني، تدوس شيفت وحرف التي عشان يطلع لك الاوباسيتي. نفس الكلام تعمل كي فريم، تطلع لقدام وتخليهم كلهم على 0. طبعا فاضل الريكتانجل الاخرانية دي، طبعا نعلم عليها، تدوس على البوزيشن، تطلعها قدام وتنزلها لتحت خالص. وطبعا لما يجي يطلع ممكن طبعا نضيف عليها شوية حاجات تانية. ممكن نعلم عليهم، تفتح البوزيشن، تعمل كي فريم، تطلع قدام شوية وتنزلهم حاجة بسيطة بالشكل ده، وتيجي تعلم عليهم كلهم تاني. حتى الكلمة بتاعت شوب ناو تدوس حرف التي عشان تطلع اوبستي، تعمل كي فريم، تدوس حرف اليو عشان يظهروا لك، تعلم عليهم، تطلعهم لقدام وتخلي الاوبستي على 0. وبعد كده تعلم تاني على الكيفمات دي كلها وترجعها لورا بالشكل ده. ونبدأ بقى نخش على أهم خطوة. طبعا هتدوس حرف اليو عشان تطلع كل الكيفمات اللي عندك بالشكل ده، وتيجي عند الباونس تدوس على باونس. هتظهر لك الرسالة دي، عايزك تكمل معاها للآخر، مفيش مشاكل. هتلاقي بس علمت على أول واحدة بس، ممكن تعلم عليهم تاني وتنزل لتحت وتدوس على باونس تاني. لما تيجي دلوقتي تشتغل هتلاقي كده ظاهر لك كل حاجة طالعة لوحدها. طبعا في الحالة دي هنبدأ نظبط ترتيب اللايرات ونشوف مين اللي هيطلع الأول. وطبعا كالعادة هنبدأ باللوجو. تعالى كده نطلعها فوق خالص. هنبدأ طبعا بأول التلاتة دول، هنيجي نوديهم هنا. طبعا هنقرب الكي فريم منها بالشكل ده، هتقرب الكي فريم من بعضه بالشكل ده،
وبعد كده هنخش الخطوة اللي بعدها إن احنا هنيجي كده. طبعا انت ممكن تخلي كلهم ماشيين على الترتيب بالمنظر ده، وتعلم على الكيف فريمات دي ترجعها لورا، والكيف فريم بتاع السكيل نفس الكلام. طبعا يستحسن إن احنا نخلي الفيكتور يتعمل له لينك مع البار بتاعها او بالمنظر ده، وطبعا ممكن نصغرها برضه حاجه بسيطه. وبعد كده نخش على الباقي. طبعا احنا عندنا اول حاجه هتطلع دي نعلم عليها ونشوف مكانها ونيجي نطلعها لفوق. طبعا هنيجي المنظر ده تبقى بدايتها من هنا، نعلم على الكي فريم ده ونقربها من بعضها. طبعا لما قربنا بقت سريعة قوي، ممكن نبعد شوية. وممكن طبعا نعلم بداية من الشيب 6 اللي هي بتاعت دي ومع التكستات التانية ونطلعها لفوق. وطبعا لازم نتأكد إن هي أول ما تطلع طبعا ما تدخلش مع الشيب التانية. ممكن طبعا نأخرها شوية بالشكل ده. وطبعا ممكن نيجي عند الشيب اللي هم الدوائر برضو نأخرها أكتر، هتبدأ تخلي كل واحدة تطلع بالترتيب. طيب نعملها بقى إزاي؟ طبعا أول واحدة اللي هو الشيب ده هيتساب زي ما هو، وتبدأ تسبق الباقي كل واحدة عن التانية بالشكل ده. طبعا لما نيجي نشغلها تظهر معاك بالشكل ده. طبعا هيبقى برضو نفس الكلام مع الدوائر اللي فوق دي. هنيجي نحدد طبعا ديت هتبقى أول واحدة ونسبق الباقي عنها. طبعا احنا ممكن نقرب كيفية من بعضها أكتر. طبعا نفس الكلام هينعاد على الريكتانجل اللي تحت. وطبعا نبدأ نخش على بقية اللايرات، نيجي طبعا نعلم عليهم نطلعهم لقدام شوية بالشكل ده. طبعا هنقدر دلوقتي نسبق كل واحدة عن التانية، وطبعا لازم تاخدهم مجموعات. طبعا ديت مثلا هنسيب ديت أول حاجة، بعد كده نعلم على دول نسبق حاجة بسيطة، دول نفس الكلام ودول نفس الكلام ودول برضو نفس الكلام. تمام قوي. ودلوقتي عشان نقدر نحط الكورسور اللي هنشتغل بيه، طبعا احنا ممكن نحط اي حاجه حاليا عشان وقت الفيديو. طبعا احنا ممكن نجيب الاليبس تول ندوس شيفت نعمل ده بالمنظر ده، سنتر انكر بوينت نسطرها في النص، ممكن نخليه رمادي بالشكل ده ونقلل الاوباسيتي منه حاجه بسيطه. ممكن مره نضيف له دروب شادو. دلوقتي احنا ممكن نبدا بدايه من هنا، ندوس على حرف البي نعمل كي فريم، نطلع قدام شويه نطلع هنا. ممكن تدوس حرف الجي عشان تطلع البين تول وتشد الكيف فريم بالمنظر ده. تعلم عليهم تدوس F9 تخش على الجراف اديتور وترجعها لورا. وطبعا يستحسن ان احنا نفصل الشيب عن بعضه ونشيل الكيف فريم منه. وبعد كده هنيجي هنا ندوس كليك يمين نخش على النيو ونختار نول اوبجكت وهنسميها موفمنت 1. طيب النول اوبجكت ديت هتعمل ايه؟ ديت اللي هتخلي كل ده بالظبط يتعمل له سكرول. طبعا عشان نقدر ننفذ الحركه دي لازم اي حاجه لسه ما اتربطتش او اتعمل لها لينك يتربط بالنول اوبجكت دي. يعني احنا مثلا احنا عندنا دلوقتي الشيب ده هنعلم عليه اي حاجه معموله نون وفي داخل النطاق ده، ناخد الشيب ومعاها طبعا ناخد الاسامي دي، وناخد برضو معاها الشيب ده، وناخد دول برضو، وناخد الشيب بتوع دول اللي مش معمول لهم لينك وتدوس هنا على اللينك. ممكن طبعا بدل ما تاخدها كده وتسحب لفوق ممكن تدوس هنا وتطلع لفوق خالص وهتلاقي هنا في موفمنت. دلوقتي لما تيجي تطلع لفوق تاني بالمنظر ده او ما تخش على البوزيشن هتقدر دلوقتي تحركها براحتك بالمنظر ده. طبعا دلوقتي هنيجي نعمل هنا كي فريم نطلع قدام شويه ونطلعهم لفوق بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نعمل لهم ايزي نعلم عليهم ونرجعهم لورا بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نطلع الكي فريم دي قدام شويه. وطبعا هتلاحظ ان انت لما بتيجي تطلع بيبقى منظرها كده مش لطيف، فاحنا عايزين بقى ايه نخليها اول ما تطلع او اي حاجه تطلع من هنا الكادر ده يتعمل له بلور. طبعا الحركه دي ممكن ننفذها بطريقه بسيطه جدا. هتيجي هنا عند الريكتانجل وتعمل لك شيب جديد بالشكل ده، وطبعا هتضيف له افكت اسمه فاست بوكس بلور وتعلي البلور بالشكل ده. تمام. دلوقتي احنا عايزين نشغلها، احنا ممكن دلوقتي نخفيها. وطبعا اي حاجه زي ما قلنا كانت في النطاق دوت جوه خالص هيتعمل لها ماسك هنا. طبعا هننزل تحت نعلم اول هنا ونطلع لحد فوق لحد فوق هنا، نخش هنا على التراك ميت نعلم عليها، نطلع فوق خالص نخليها على الشيب لاير اللي احنا كنا عاملينه. ودلوقتي اول ما نيجي نشتغل هيبقى عامل معاك بالشكل ده. اول طبعا ما يطلع اختفت وبتطلع لفوق وبس كده. طبعا احنا يعتبر كده خلصناها. فاضل اخر حاجه لو انت عايز تعملها انك تشيك هنا عن موشن بلور، تعلم عليهم كده سيلكت اول تدوس كنترول ايه وتدوس هنا هتلاقيها اتعملت عليهم كلهم. وبس كده واشوفكم مع نتيجه الانيميشن ده.
طبعا الفيديو لسه مخلص، ولسه في جزء تاني هشرح لك فيه ازاي تستخدم الكاميرا على البروجيكت. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.